اهلا بيكم. في البدايه انا حابب اقول لكم انه قراءه التارو هي قدره تحليليه كده اشبه بعلم الفراسه يعني. فاذا طلع كلامي صح واصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصيه خارقه ولا قدرتي على معرفه الغيب ولا نورانيه او اي حاجه من الكلام ده. اوكي، ثانك يو سو ماتش. برج الجدي. هلو. في القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه، نشوف هو إحساسه ناحيتكوا إيه وشايفكوا إزاي، إيه نوعية الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. هي تكون قراءة عامة، مش شرط إنها تنطبق على الناس كلها، بس إذا حابين قراءة خاصة فالإيميل بتاعي في description box. الطاقة بتاعة القراءة دي بالنسبة لناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل أو لسه هتحصل. خلينا نشوف التارا هيقول لنا إيه بخصوص المواقف اللي بينكوا وبين الشريك. He's telling me what's coming forward towards Capricorn regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Capricorn during this period of time and onward, please, in regards to whatever is happening between them. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. And give me the cards I need to see. Last shuffle. Please tell me about the energy of the person on Capricorn's minds. Tell me about this person's vaccines, thoughts, feelings, actions, also intentions towards Capricorn in regards to whatever is happening between them. هو ده حد زي ما يكون قرر ان هو يستسلم في افكاره ليكو. لانه انتوا وحشينه جدا، الشخص ده حاسس ان انتوا زي ما تكونوا ما بقيتوش بتدوا، ما بقيتوش مستنيين ان انتوا ترجعوا لبعض. هو ممكن يكون حاسس ان انتوا لو ما بقيتوش مهتمين او، بس هو في عنده شيء من عدم النضج في المشاعر شوية الشخص ده. معرفش هل هو أصغر منكم في السن أو إيه، بس إذا كان السيناريو كده فده حد حتى يعني even though ممكن تلاقوا ناس كبيرة وكل حاجة بس still عندها immaturity في مشاعرها، مشاعرها غير ناضجة. آم، فده حد ممكن يكون مشاعره غير ناضجة قوي، بس ده ما يمنعش ان هو متحمس قوي ان هو يشوفكو، انه يسأل عليكو، وزي ما يكون مم، اذا كان مطلوب ان الشخص ده يقدم لكم شيء من التنازلات، اللي انا حاسه ان هو زي ما يكون ممكن يكون عنده استعداد ان هو يقدم تنازلات في خلال الفترة دي، بس ترجعوا لبعض تاني او ترجعوا تكلموا، آه، او تدوا له الفلوس اللي انتوا كنتوا هو متعود ان هو ياخدها منكم. I don't know. Yeah. انا عايز اشوف هو مشاعره ايه تجاهكم الشخص ده. غريب سيناريو الفلوس ده اللي ظهر فجأة، بس yeah. Tell me about this person's feelings for Capricorn, please. What's this person's feelings for Capricorn?
هو حاسس ان انتوا ما بقيتوش بتحاولوا ترجعوا لبعض، يمكن من فترة. احتمال هو اخدوا الكبرياء في وقت من الاوقات، الكبرياء العاطفي المعتاد اللي ممكن يكون بيعمل حواجز، ابتعد عنكم بشكل ما، بسبب خلاف حصل ما بينكم، هو ركب دماغه فيه فالبعد زاد الى حد كبير. انما في نفس الوقت الشخص ده حاسس انه عادي، احنا ممكن نرجع لبعض، يعني الدنيا بيس، يعني مش. فده حد زي ما يكون ممكن يكون بعد عنكم في وقت والبعد ده زاد، بس ستيل هو آه بيفكر فيكم بباشن. واحتمالية رجوع العلاقة عند الشخص ده أو رجوعها لسابق عهدها، يعني أنا شايف إن هي برضو موجودة. بس هو في نفس الوقت في إحساس إنه شايف إنه أنتوا كمان محتاجين يكون عندكم نفس الرغبة دي. فده حد ممكن يكون حاسس بشيء آه من الضياع في العلاقة. ممكن يكون مش عارف إذا كان أنتوا عندكم نفس الأمنيات اللي عنده ولا لأ، أو شايفين العلاقة من نفس المنظور اللي هو شايفه بيه ولا لأ. إنما بغض النظر عن حتة إن هو ممكن يكون lost كده in his thoughts، يعني في أفكاره، إنما عنده passion ناحيتكم، مفيش شك، قوية. وطاقة الرجوع عنده أنا شايف إنها مفتوحة، مش مقفولة على الإطلاق. هو شايفكوا إزاي؟ How's this person viewing Capricorn? What's this person's thoughts about Capricorn? How is he viewing Capricorn? Last shuffle. تقريبا زي ما توقعت. هو ده حد شايف ان انتوا واخدين منه موقف، مبتعدين، ما بتحاولوش ان انتوا آه تكلموه او تسألوا عليه او تبادروا ناحيته او ما بتسعوش حتى بالنسبة للبعض ان انتوا تصلحوا اللي اتكسر. ما عندكوش الرغبة دي. آم انما كمان ده حد ممكن يكون حاسس ان انتوا مستقوين عليه في حتة ان انتوا تصلحوه، يعني فاهمين قصدي؟ حاسس ان انتوا او شايف ان انتوا شايفين نفسكم عليه شوية، اللي هو بتتقالوا مثلا. وطبعا مفيش شك انه في سيناريو طرف تالت حاضر هنا. بالنسبة للسيناريوهات الطرف التالت ده حد ممكن يكون شايف ان انتوا اللي هو ما بتحبوش وجع الدماغ، لانه ممكن يكون عندكم بديل على سبيل المثال. او بمعنى اخر اللي هو وجود اطراف ثالثة في المعادلة بشكل او باخر ممكن تكون هي turn off بالنسبة لكم، او ممكن تكون هي السبب اللي ممكن يكون قافلكوا تجاه الشخص ده بالنسبة للبعض، اذا كان السيناريو الطرف الثالث كده. انما مفيش شك ده حد شايف خاصة بالنسبة للسينجلز، اوكي، ده حد ممكن يكون شايف ان انتوا يعني اللي هو حياتكم مش هتوقف عليه، اللي هو ممكن يكون عندكم بدائل تانية، ممكن يكون عندكم معجبين تانيين، فاللي هو مش هتموتوا عليه. فبالتالي لما بعدتوا عنه فانتوا اللي هو يمكن عشان كده هو حاسس ان انتوا مستقوين عليه شوية يعني. يا بالنسبة للكابلز بقى اللي هما متزوجين وكده، فيمكن الشريك ممكن يكون حاسس ان انتوا عندكم القدرة على تغيير الموقف اذا انتوا حبيتوا تغيروه، بس هو في نفس الوقت شايف ان انتوا قافلين قافلة
سودا ومطينة ومنيلة بنيلة في وشه، ف زي ما يكون مش قادر يعني يكبر الفكرة دي في دماغه قوي، او مش قادر يعتمد عليها قوي، لانه على قد ما هو عارف ان انتوا تقدروا تغيروا الموقف، بس من الواضح ان هو كمان عارف انه انتوا واخدين موقف قوي. معرفش، ممكن بالنسبة للبعض دي بعض مواقف الغيرة من وجود طرف ثالث برضو، او تدخلات من اطراف ثالثة ممكن تكون صعدت بعض الخلافات تجاه يعني ما بينكو. فزي ما يكون حاسس ان انتوا لسه مالكوش نفس قوي، او ما عندكوش نفس قوي ان انتوا تتكلموا معاه، او ان انتوا تشوفوه، او ان انتوا حتى تفكروا فيه. ما بقاش ليكوا نفس ان انتوا رجوع العلاقة لسابق عهدها. الشخص ده ممكن يكون شايف ان انتوا ما عندكوش مش بتدوا الانطباع ده. فيا ترى هل ده حقيقي، ولا انتوا ممكن تكونوا بس مش بتوصلوا مشاعركم؟ خليني اشوف مشاعركم طيب انتوا تجاه الشخص ده ايه. What's Capricorn's feelings for this person? اوكي. انتوا حسيتوا ان انتوا محتاجين تبعدوا عن الشخص ده شوية عشان يعرف قيمتكم. انما مفيش شك انه انتوا تقدروا تغيروا الموقف. تقدروا تو انبلوك او تو بلوك، تعملوا له بلوك او تشيلوا البلوك على سبيل المثال. آه جايز يكون هو ده الموقف بالنسبة للبعض. في بلوكات معمولة هو مش عارف يوصل لكم غير لما انتوا تشيل البلوكس دي. انما طبعا البلوكس دي ممكن بالنسبة في الانرجي بتاعني يعني بعض المواقف او الصعوبات اللي يجب التعامل معاها يعني. ف فاللي انا شايفه ان انتوا يعني زي ما تكونوا سايبينه يستوي كده شوية، اللي هو اوكي اعرف انت بتكلم مين الاول. وبعدين يمكن في الراوند 2 يبقى التفاهم بينا افضل. فده الاحساس اللي واصلني قوي. وبس الاحساس الغالب كمان ان انتوا مش مستعجلين خالص، اللي هو لا بالعكس، ده انا شايف ان انتوا حابين ان انتوا تسيبوا الموضوع اساسا يطول اكتر من كده، وجايز تكونوا حابين ان انتوا اكشلي اللي هو اوكي خليك شوية كده، اكتر من ان انتوا ترجعوا بسرعة. في طبعا لغة صمت، بس لغة الصمت دي احساسي بيقول انها جاية نتيجة للبلوكس اللي انا اتكلمت عنها، البلوكات بقى على السوشيال ميديا بقى على الواتساب والكلام ده. ممكن يكون ده بيسبب صمت، فيمكن مجموعة منكم محتاجين تو كليك unblock. طبعا اذا كنتوا عايزين يعني. لا انا شايفه ان انتوا لسه مش عايزين، انتوا عايزين تسيبوا الموضوع شوية. عايز اعرف هو طب هيتصرف ازاي تجاهكم. What's this person's next move towards Capricorn in the near future, please? يعني ممكن يكون الشخص ده اساسا حاول يكلمكم على الاقل بالنسبة للبعض، بس انتوا ما ردتوش عليه. مش شرط يكون بلوك، يعني ممكن يكون اوكي الكارت ده كان عايز يطلع. مم. مش شرط يكون بلوك، على قد ما هو ممكن يكون ان انتوا مثلا مش حابين تستقبلوا مكالمات منه او تدخلوا في محادثات.
ما اعرفش هو ليه عنده احساس ان انتوا زي ما تكونوا استغنيتوا عنه او بتذلوه بتصرفاتكم، بتستقوا عليه. الاحساس ده واصل له قوي، والاحساس ده كمان زي ما يكون بيخليه يعني يتوجع اكتر او يزعل اكتر. فبالرغم من ان هو ممكن يكون حابب قوي ان هو يشوفكوا، ان هو يرجع لكم، بس في نفس الوقت عنده احساس ان انتوا مش عايزين ده. آم، او ما بتحاولوش ان انتوا توصلوا له عكس اللي هو حاسه. مصرين على موقفكم. وبالنسبة للبعض ده حد ممكن يكون حاسس ان انتوا ممكن تكونوا بتتحكموا ماليا مثلا في طبيعة التعاملات اللي بينكم، او ان انتوا عندكم السيادة المالية عالية على سبيل المثال. آم، ففي احساس ان هو حاسس ان موقفه ضعيف نوعا ما، اوكي، قدامكم. بس الاحساس اللي واصلني اكتر ان هو مش قادر يخرج نفسه من الاحساس اللي هو حاسه ده. يعني زي ما يكون لما بيبحث في اعماق الموضوع بيرجع تاني لنفس النقطة، which is ان هي اللي هو بيعمله ده مفيش غيره ممكن يتعامل. فعشان كده في احساس في النهاية، على الاقل في خلال تصرفاته في خلال الفترة دي، بانه مستسلم قوي لفكرة انه من الصعب عليه ان هو to come up with a brilliant idea. يعني ان هو من الصعب عليه ان هو يفكر يعني في خطة رائعة عشان يقدر يغير بيها الموقف. انا شايف برج الجوزاء، سرطان، جدي، قوس، ميزان، حمل، حوت، جوزاء، دلو، ثور، عقرب. دي الابراج اللي انا شايفها، ممكن يكون اي برج تاني بس mainly دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده بس مش شرط. ممكن الرسائل دي تكون من اي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا او حد عنده مشاعر تجاهكوا. يمكن من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. الرسائل دي بتنطبق على العلاقات القائمة او المنفصلين او حتى العلاقات الجديدة. Please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Capricorn during this period of time and onward, please, regarding ongoing relationships, separated from relationships, or even new love, new relationships? الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها إنه هو أنا هشوفكوا قريب ولا أنتوا هتفضلوا ساكتين عليا كده؟ ده حد زي ما يكون بيتساءل يا ترى هو هيشوفكوا قريب ولا هتفضلوا مبتعدين، هتفضلوا ساكتين، هتفضلوا واخدين موقف. هو زي ما يكون بيقول كده، هو كمان واخد موقف. يعني هو بيقول كده بس ده بيدل ان مشاعره لسه موجودة تجاهكم. برج الميزان، الأسد، العقرب. الرسالة التانية جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها انا حاولت كتير اساسا بطرق مباشرة او غير مباشرة ان انا اوجد فرص عشان احاول اصالحكم، بس انتوا مش سائلين فيا برضو. آه نفس الاحساس، نفس المسج. ده حد زي ما يكون عايز بشكل ما يصلح العلاقة، بس مش حاسس من ناحيتكم بنفس الرغبة دي، او عنده الاحساس ان انتوا بتتجنبوه.
برج الجوزاء، برج الدلو، برج السرطان. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها انا ما بقتش قادر اعرف اذا كان لسه في فرصة تانية ما بيننا، ولا خلاص انا انسى الموضوع واحاول ان انا معلقش نفسي بيكوا اكتر من كده. الرسالة دي من برج الميزان، برج الحمل، برج السرطان. خليني اشوف ما القادم بالنسبة للسينجلز فيما يتعلق بالعلاقات الجديدة، ومين الاشخاص اللي هيظهروا في حياتكم ومواصفاتهم هتكون ايه. Please tell me who's coming forward towards single Capricorns during this period of time and onward regarding new love and new relationships. Describe this person for me, please. For single Capricorns. في حد زي ما يكون مش لاقي حجة عشان يعرف يابروتشوا بيها او يكلمكوا بيها او يفتح كلام معاكوا بيها على سبيل المثال. فده حد ممكن يكون بيشتغل معاكوا، ممكن يكون معجب بيكوا، بس لسبب ما ممكن الظروف ما تكونش بتجمعكوا ان انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض بشكل ما. احتمال طرف تالت يكون في دماغ الشخص ده صديق مشترك، ممكن يبقى هو الوسيلة الوحيدة اللي هو ممكن يكون شايف ان هي فعالة ان هي تخليه يتكلم معاكوا، او تخليه يعرف يابروتش يعني. بس ده كمان ممكن يكون بيمثل الكاركتر بتاع الشخص اللي هو بتاع الجوازات الستريت، اللي هي جوازات الصالونات الاسم الدارج يعني. ان ده حد ممكن يكون شايف ان هو مفيش فرصة ممكن ان هو يتعرف عليكوا غير بعد ما ياخد مثلا اكشن معينة، ان هو يتقدم رسمي مثلا على سبيل المثال. انما في شخص تاني ممكن يكون نفسه ان انتوا ترسوه على بر كده ويعرف راسه من رجله، اذا كنتوا انتوا كمان عندكم نفس الانجذاب ناحيته ولا لا. وعلى الاساس ده هو هيبتدي يتحرك بشكل ممكن يكون اشجع شوية او اجرأ شوية. في حد تالت بقى، ده حد ممكن تكونوا كنتوا تعرفوا بعض، غالبا العلاقة بينكم توقفت بقى لها فترة، بس ده حد ممكن يكون حابب ان هو يعني يصالحكوا، او حابب ان انتوا ترجعوا لبعض، او ان انتوا تحلوا خلافاتكم. معظم الانرجي دي بتصب في الاخر عليكم انتوا كانرجي بتاعت كابريكون في حد ذاته. اللي انا حاسه ان انتوا عندكم القدرة على الاختيار في خلال الفترة دي. يعني المسار بتاع الاحداث هيكون في انهي اتجاه. انا شايف سواء في العلاقات الجديدة او حتى في العلاقات القائمة، انا شايف انه في احساس بان الاختيار عندكم، او ان الانرجي بتاعت الاشخاص دي مستنية من ناحيتكم انتوا ان انتوا تفتحوا البدائل ليهم عشان يبتدوا هم يتحركوا. وانتوا عندكم البدائل دي وشايفينها وعارفينها، بس بتقدروا تختاروا التوقيت. يمكن توقيت بالنسبة للبعض منكم ممكن يكون ده توقيت البلوك، بس بالنسبة للبعض الآخر ممكن يكون اوكي عادي، ممكن نرجع، او اوكي ممكن
نشوف العلاقة دي هتكون عاملة ازاي، او هديله اشارة عشان يفهم ان انا كمان ممكن اكون اتراكتد ناحيته. انا شايف برج الجدي بغزارة، برج الجوزاء حمل، عذراء اخيرا ظهر، ميزان. خليني اشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج من الابراج الفلكية. Please tell me amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Capricorn during this period of time and onward, please. اوكي. البيت الثامن، فلوس 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 بالنسبة للبعض، شركات مالية بالنسبة للبعض الآخر. ممكن يكون بعض المخاوف في الوقت الحالي اللي انتوا محتاجين ان انتوا تتعمقوا في التفكير في بعض الامور، مش بالضرورة ان هي تكون مالية، ممكن تكون اوضاع اجتماعية او عاطفية، او حتى عايزين تقربوا اكتر من ربنا سبحانه وتعالى في خلال الفترة دي، لان البيت التامن كمان بيت روحاني قوي. فدي فترة ممكن تلاقوا نفسكم بتعملوا فيها مديتيشن او بتصلوا اكتر او وكده يعني، او حتى تقروا اكتر او تتفرجوا اكتر على دوكيومنتريز بتتكلم عن عن الاديان عموما، عن التاريخ، عن الهيستوري، بس بشكل متعمق قوي وبشكل فيه يعني دين في نفس الوقت. بيت الثامن هو برج الأسد بالنسبة لكم طبعا، وحاليا الشمس موجودة في العقرب، فحاكم الثامن في ال11. طبعا احنا عارفين برج العقرب أسراره اللي ساعات بتتكشف وساعات ما بتتكشفش. لما بتتكشف ممكن تثير بعض المشاكل، وبرضه هي مش مكشوفة برضه ممكن تثير مشاكل يمكن أكبر كمان. العقرب كمان بيتكلم عن الشركات المالية زي ما قلت لكم في البداية، أرباح من شركات أو من شراكات جديدة هتدخلوا فيها. الانرجي ما بين العقرب حاليا وما بين الحوت طبعا على طول حلو، بس الميزة انه ساترن حاليا موجود في الحوت. فانا عندي احساس انه بالنسبة للبعض، بما ان البيت ال11 بيتكلم عن تطلعات والى اخره، فوجود الشمس في المكان ده ممكن تكونوا على سبيل المثال بتحاولوا تستبقوا الاحداث، تستشرقوا ايه اللي ممكن يحصل في خلال الفترات الزمنية المقبلة فيما يتعلق بخططي المستقبلية المالية او العاطفية او الاجتماعية، زي ما تكونوا بتريس كده اهد، يعني بتسبقوا الزمن شوية. فالبيت الثامن هيديلكوا الانرجي دي قوي بشكل رائع، وهتحسوا ان الحاسة السادسة عندكم ممكن يكون ليها دور في خلال الوقت ده. هي المفروض على طول يكون ليها دور فعال، بس في بعض الأوقات اللي احنا فعلا بنكتشف فيها انه الحاسة السادسة بتمثل نسبة كبيرة في اتخاذ القرار يعني. فده يعتبر وقت من الأوقات دي اللي ممكن الحاسة السادسة تكون هتساعدكم على ان انتوا تحسوا اكتر بواتس نيكست او ما القادم، او المخاوف اللي انتوا بتناقشوها في البيت الثامن وبتحاولوا ان انتوا تتعمقوا في دراستها وكده. ممكن تكون مخاوف ليجيت، يعني مخاوف مشروعة، مش شرط ان هي تكون حاجة وحشة بتحصل او حاجة وحشة هتحصل، على قد ما هي ممكن تكون زي ما قلت لكم في البداية خالص استشراق للمرحلة المقبلة في الانفستمنت، في الاستثمارات بتاعتكم، في السيفنجز، حساباتكم على سبيل المثال بنكية، او مشاريعكم اللي بتعملوها، او حتى شراكاتكم العاطفية.
البيت ال11 بالإضافة لأن الشمس كمان موجودة فيه، المريخ كمان موجود في البيت ال11. فبالنسبة للبعض ممكن تكون إدارة مشاريع، ممكن تكون إدارة بيزنس متعلق بالعقارات، انفستمنت في البيع والشراء، حاجات ليها علاقة بالأراضي أو بالمباني، حاجات كده. لأن المريخ موجود في الوقت الحالي هيديلكوا بوش قوي في الحتة دي. انما كمان بالنسبة للبعض الاخر ممكن الموضوع يكون متعلق ببعض الاوضاع العائلية على سبيل المثال. اوكي، اللي هو بتستدعي ان انتوا تاخدوا فيها قرار بشكل حذر شوية، وفي استشراق ولو ان دي لازم تكون صفات اي قرار بناخده، سواء في امور عائلية او حتى في امور اجتماعية. يعني خلينا نشوف رأي التارو ليه الحظ عندكم في البيت الثامن. Why the eighth house is the luckiest for Capricorn, please? Yeah. Okay. احيانا ممكن بيجي لنا وقت بنبقى حاسين ان احنا ملناش نفس ان احنا نشتغل. اوكي. بس مفيش شك ان ده بيكون له تأثير على الاوضاع المالية. انما حتى في خلال الفترة دي اذا كنتوا حابين ان انتوا تاخدوا اجازة، ملكوش نفس قوي ان انتوا تبذلوا مجهود زيادة في الشغل، عايزين تريلاكس كده شوية قبل ما الشتاء يعني يزيد، فانا عندي احساس انه الاوضاع الماليه بالنسبه لكم ممكن هتكون تحت محل دراسه. بس الحظ في البيت الثامن ده معناه انه ممكن انتوا ماليا ما تتاثروش، حتى لو على سبيل المثال اخدتوا اجازه من الشغل ولو فتره ما يعني. انما على المستوى العاطفي عندي احساس ان حاله الاحباط اللي جات لكم نتيجه لتكرار بعض المواقف المحبطه ما بينكم وما بين شخص ما، الشريك او حد من الناس القريبين منكم، ممكن يكون هو السبب في دخولكم في البيت الثامن. البيت الثامن بيعتبر الى حد ما بيت بيتطلب العزله شويه. ده بيت من البيوت اللي احنا ما بنشاركش فيه حد، لانه بيت نفسي من الدرجه الاولى. بيكون فيه بنناقش فيه المخاوف اللي جوانا. بيكون بيت مليء بالأسرار اللي عادة الناس كلها عندها أسرار. الحاجات اللي هي ما بتتقالش، بس الحاجات اللي بنفكر فيها وبنستدعيها في لحظات اتخاذ القرارات المهمة. فأنا عندي إحساس إنه ممكن يكون في رغبة في الوقت الحالي ان انتوا تشوفوا اذا كانت الاوضاع المتكررة اللي سببت حالة الاحباط اللي ممكن تكون جات لكم في علاقتكم بالشخص ده، هل تستدعي انه يحصل فيها تغيير ولا يبقى الوضع كما هو عليه. ف فاللي هو ممكن تكونوا محتاجين تدرسوا مشاعركم اكتر، تدرسوا عواطفكم اكتر، تشوفوا انتوا من جوه، تبصوا اكتر لجوه وتشوفوه بشكل اعمق. وعلى الاساس ده يمكن تقدروا تاخدوا قرار اذا كنتوا تغيروا بعض المواقف اللي ممكن تكونوا شايفين ان هي ممكن تستدعي التغيير، سواء في حياتكم العاطفية او حتى تغيير بعض المواقف المتعلقة ببعض الاوضاع المالية بالنسبة للبعض. وجايز يكون الاتنين تأثير، يعني اقصد الاتنين جايز يكونوا ليهم علاقة ببعض في الاخر بالنسبة
لمجموعة من السيناريوهات منكم. ممكن يكون في شراكة عاطفية ومالية في نفس الوقت. فأنا شايف إنه البيت التامن من أفضل الأماكن اللي ممكن يجيلكوا الحظ فيها في الوقت الحالي، سواء على المستوى المالي أو حتى على المستوى العاطفي أو الاجتماعي عموما. بتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. إذا حابين قراءة خاصة فالإيميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. إذا أول مرة تشوف القراءة لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لأكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. في أكتر من 3500 فيديو more than welcome تتفرجوا عليهم. it's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارو تشانل. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.